أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهل للأبراج. أهلا بك برج الجدي. النهاردة هنتابع برضو توقعات عام 2024 لأصحاب برج الجدي. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الجدي، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الجدي من هذا العام ستبدأ عام السعادة، هتبدأ حياة الاستقرار العاطفي، هتبدأ حياة الاستقرار المالي والمهني. فأنت في عام 2024 هتكون يا برج الجدي ناجح في كافة المجالات التي تخوضها، سواء حياتك العاطفية أو حياتك الزوجية أو حياتك العملية والمهنية. فهناك انفتاح على السعادة، فهناك انفتاح على السعادة، هناك انفتاح على الاتصالات المثمرة ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وتصرفاتك سوف تكون نابعة من إرادة حكيمة واندفاع منطقي، لأنك في عام 2024 لا تسير وراء سراب أو أحلام ليس فيها أي نفع، بل هتأتي السعادة إليك عن طريق الإرادة الحكيمة، الاندفاع المنطقي. برج الجدي عندك راحتك النفسية بتؤثر على حياتك العاطفية، فسوف تتصرف بدبلوماسية وحكمة. موقفك المالي والاجتماعي في تحسن، هناك قرارات هامة تتصل بحياتك ومستقبلك في هذا العام، فسوف تقوم بإعادة تقييم شامل لحياتك الاجتماعية والعملية. هيكون عندك تدريجيا تغيير في شخصيتك في حياتك، لأنه عام التغيير المثمر، عام التغيير الذي تقيم فيه كل نجاح، وكل علاقاتك سوف تكون ناجحة، وعليك أن تتقدم بقلب ممتلئ بالسعادة، لأنك سوف يكون لك طريق هو انفتاح على السعادة. حبيبك بيحاول يكسب تعاطفك ناحيته، وهو فهم تماما أن الحب عطاء وتفاهم وليس عنادا وحقدا ورغبة في التحطيم، فسوف يعيد حساباته حتى لا يفقد الأسلوب معك أو حياته معك، لأنك أنت سوف يشعر الحبيب أن الحظ حليفك والسماء تبارك خطواتك. برج الجدي أيضا في عام 2024 هيكون عندك توسع في علاقاتك الاجتماعية، وسوف تحصل على مكاسب مادية وأدبية. فهو عام شهر العسل، أو هو عام العسل وفترة الأحلام. وكمان يا برج الجدي هيكون عندك لقاءات جديدة ومثيرة، ولكن يجب عليك أن تكون صبورا مع رفيق العمر. أيضا لا تسهر متأخرا، وسيطر على أفكارك ونزواتك، لأنك الفترة اللي جاية من كتر العمل ومن كتر ضغط الشغل عليك هيكون عندك سهر، فلازم يا برج الجدي تهتم بصحتك وما تتأخرش في السهر. كمان برج الجدي هتكون رصين بخصوص خاصية معلوماتك السرية، يعني أي معلومات عنك محدش هتحاول يدخل في حياتك، هترفض، هتحاول دايما تقضي حوايجك بالكتمان، مش هتظهر لأي حد ايه اللي انت بتعمله، ايه نجاحك، ايه اسلوبك. فهتفهم كويس انك هتعمل حدود مع الآخرين. كمان اهتم بصحتك حتى يمكنك الصحة القوية الاستقرار في النجاح، فالعقل السليم في الجسم السليم. برج الجدي كمان الفترة اللي جاية دي طاقتك العامة إنك هتتصرف بدبلوماسية مع حبيبك، وسوف تواجه جميع مسؤولياتك وأعمالك بكل أمانة. كمان هتتأثر بالآخرين ومساعدتهم، يعني هتحب تساعد الآخرين، لأن شؤونك المالية سوف تتحسن. كل ما هتساعد ربنا هيساعدك. كمان هيكون عندك البقاء للأصلح بالنسبة للأصدقاء أو زملاء الحياة.
كمان غير المتزوجين في الفترة دي اللي هو عام 2024 هيكون عندكم رغبة في البحث عن الحب الحقيقي والإنسان القريب إلى قلبك. قد تواجهك بعض العراقيل في شهر فبراير على الصعيد المهني، ولكن حاول التخلي عن القلق واهتم بأمورك لأنك هتعدي هذه الفترة على خير. وأدرس بدقة وعناية كل العروض المقدمة ليك. كمان الله وحده كفيل بتحقيق أمالك فادعوه مخلصا. كمان يا برج الجدي هيكون عندك في لقاءات عاطفية وسارة في عام 2024، وعندك أيضا زيارة مفاجئة من بعض الأقارب بتجلب لك خبر سار ومبلغا من المال سوف تكسبه من ميراث أو من صفقة في الفترة القادمة. النجاح حليفك والسماء تبارك خطواتك، فلا تجعل الغيرة تدب إلى قلبك كي لا تتعكر حياتك. كن صريحا في استخدام ألفاظك مع الحبيب، لأنه سيدب فيك الشعور بالغيرة مما يدفعك إلى تصرفات حمقاء في بعض الأحيان. فادرس بدقة وعناية كل خطواتك، فمفتاح النجاح في يدك والكل يعتمد على نضجك وحيويتك. ابذل قصارى جهدك عن البعد عن المشاكل والغيرة والشك لأنهما مدمران، فالحبيب يحبك بإخلاص. برج الجدي كمان الفترة اللي جاية دي أنا شايفك إنك هتكون في تغير كبير وجذري في حياتك، وشخص أيضا هيفاجئك بالدخول إلى حياتك وهو غير متوقع بالنسبة ليك. هذا الشخص هيساعدك في كثير من أمورك سواء المادية أو العاطفية. أنا مش هطول عليك يا برج الجدي، ولكن لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك وانتظر مني مفاجآت سارة الفترة اللي جاية، وإلى اللقاء.